السلام عليكم. لو محتارين دايما في غدا النهارده او غدا بكره، وعندنا كده صدر فرخه في التلاجة او اخر الشهر مش عارفين نعمل ايه سريع وبسيط، هقول لكم على وصفه النهارده غدا سريع جدا كده ومغذي جدا كمان للاولاد. هنجيب طاسه او حله ونحط فيها ربع كوبايه من السمنه على الزيت، وبصلايه حجمها متوسط متقطعه صغير، وثلاث قرون من الفلفل الاخضر متقطعه صغير، وكمان صدر كده فرخة وزنه حوالي نص كيلو. هشوح كل الحاجات دي كده مع بعض لمدة مثلا 5 دقايق، وبعد كده قطعت نص كيلو من البطاطس حجمها كده مكعبات يعني صغيرة، وهشوح الحاجات دي كده مع بعض. هحط معلقة صغيرة من الكمون، نص معلقة من الشطة، معلقة من مرقة الدجاج من عند العطار، معلقة صغيرة من البابريكا المدخنة أو البابريكا العادية، ربع معلقة من القرفة، وتوم بودرة نص معلقة، كزبرة معلقة صغيرة. وهقلب بقى الحاجات دي كده مع بعضها كويس لمدة مثلا 5 دقايق كمان. هحط دلوقتي كوبايتين من الطماطم المضروبة في الخلاط. هظبط بقى الملح بتاعي، ضفت معلقة صغيرة من الملح لأني ضايفة مرق الدجاج، وهسيبهم بقى متغطيين أول 3 دقايق كده على نار عالية، وبعدين ههدي النار لمتوسطة لمدة ربع ساعة لتلت ساعة لحد ما تستوي. هدخل كده في البطاطس الشوكة أول ما تدخل يبقى كده استوت معانا وتمام. وبعد كده هقدمها بقى مع رز أصفر أو رز أبيض زي ما انتوا عايزين، إن شاء الله أكيد هتعجبكم.